السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. والله العظيم ما عارف أقول إيه. كلام كتير 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 كتير. ويعني مش لاقي يعني. كلام كتير ومش عارف أقوله. كلام كتير ومش قادر أقوله. أنا بحب البلد دي أوي يا جماعة والله العظيم، وبحب المنتخب ده أوي، وبحب اللعيبة دي أوي، وبحب الرجالة دي أوي. يعني خلونا نحلم. احنا يعني انا كنت بلعب بقى فيفا وبيس وكده، واوصل لمصر للفاينل واكسب. كنت بفرح اكيد طبعا بقى، ولكن ما كنتش مصدق ان احنا ممكن نعمل كده. كان بالنسبه لي حاجه بعيده قوي، يعني حاجه صعب ان احنا نوصل لها. ولكن الرجاله دي، المنتخب ده واللعيبه دي والجهاز الفني ده، خلونا نصدق فعلا ان احنا نقدر نعمل كده. وعادي ومش صعب. احنا في دور 16 في كاس العالم يا جماعه. اتبسطوا، احنا في دور 16 في كاس العالم. احنا من احسن المفروض 16 فريق موجودين في العالم دلوقتي. والله العظيم يعني انا مش مصدق نفسي. احنا والمغرب البلاد الافريقيه الوحيده الموجوده في كاس العالم دلوقتي. انا مش عارف كولومبيا وغانا عملوا ايه بصراحه، بس اعتقد ان غانا خسرت يعني. ولكن اعتقد خسرت. ولكن يعني احنا بنحقق انجاز بيحققه الجيل ده اللي وصل 2 فاينل افريقيا، الجيل ده اللي وصل سيمي فاينل افريقيا، الجيل ده اللي وصل كاس العالم مرتين، الجيل ده اللي الناس دايما بتحطه في مقارنه مع الجيل الذهبي، وهو برضه عامل انجازات. الجيل ده ناقصه افريقيا بس، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتبها لنا السنه الجايه او افريقيا اللي جايه يعني. احنا بنعمل المستحيل يا جماعه. تعالى كده اتكلم مع اي حد قبل البطوله، قول له نفسك في ايه، اجدع حاجه قول له اصعب مجموعات الدور ال 32. شكرا. ومش فارقه اداء، انا اصعد بس واعمل شكل كده بس واجيب كام جون وخلاص. لكن لا، احنا كسبنا اول ماتش في كاس العالم، اول مره ما نخسرش في كاس العالم. وصلنا دور ال 16 داخلين نلعب الارجنتين. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انا مش مصدق نفسي، والله ما مصدق. كلام كتير عايز اتكلم فيه عن الماتش. طبعا الماتش كان فيه سلبيات، ولكن يعني خلينا نتجاهل دلوقتي السلبيات عشان احنا في دور 16 في كاس العالم. مش هنتجاهلها طبعا، نتكلم فيها، ولكن ننساها دلوقتي، نفرح وهم يركزوا فيها. احنا هنتكلم بس زي ما متعودين، ولكن يعني هنفرح وهنتبسط وهننزل الشارع وهنصوت ونقول تحيا مصر. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، ويلا بينا نبتدي. طيب انا في الشغل دلوقتي بس، فعشان كده تلاقوا الدنيا متغيره شويه حتى زاويه الكاميرا. فبس ما كنتش قادر طبعا اصور بعد الماتش، طبعا الاحتفالات وكده اتهديت، وكان عندي شغل فصحيت بدري. ف يعني جيت هنا عشان اصور. ما كنتش قادر ما اصورش يعني. حاجات كتير عاوز اتكلم فيها على ماتش مصر واستراليا. اول حاجه، احنا بدأنا الماتش بشكل ممتاز بصراحة. يعني انا بالنسبة لي احنا لحد مثلا الشوط الاولاني كله ممتاز في تسيير الماتش، في انك بتستحوذ وبتحاول. بس في حاجة طبعا كانت مضايقاني، ان احنا برضو مصممين نلعب كورة طويلة. احنا الجون جبنا عرضية، ولكن برضو مشكلة الكور الطويلة دي مشكلة. يعني احنا كنا بنواجه صعوبة لأن كل الكور اللي بنلعبها طويلة دفاع. برضو مصمم من نيوزيلندا، دفاع استراليا كان بياخدها كلها. الموضوع ده كان يعني ما بيجيتش نفع عندنا. فابتدينا ان احنا نلعب كورة على الأرض. كورة على الأرض بنستحوذ وبتاع، بس الاستحواذ كان سلبي شوية. بنحاول، هم بصراحة ما عندهمش كورة خالص استراليا. يعني فرقة تعبانة قوي، وهم اللي جروك للبينالتيز. يعني مش انت اللي جررهم، انت اخر 10 دقايق بالاكسترا تايم انت زانق استراليا في نص ملعبهم في 18. انت زانق استراليا في نص ملعبهم في ال 18 وهاتك يا فرص. طبعا كل ده بسبب هيثم حسن والتبديلات وتريزيجيه وكده. ف... فبرافو برافو برافو ان احنا حتى اخر 10 دقايق ما سيبناش الكوره زي ما كنا عاملين طول الشوط الثاني. خلينا نتكلم بس على الشوط الاولاني. فانا كان عاجبني جدا الحمد لله ان صلاح بدا، الحمد لله ان هو باين ان هو كويس. هو بيلعب برجل واحده بصراحه. يعني هو بيلعب على الهادي خالص. التحاماته قليله، ضغطه قليل. يعني كور قليله طبعا عشان يحافظ على نفسه الماتش الجاي ويحافظ على نفسه. يعني حتى هو بعد الماتش على طول راح رابط البتاع وايه عشان الخلفيه يعني.
فكل اللعيبه رجاله النهارده، وهنتكلم عليهم واحد واحد، وهنمجدهم عشان هم يستحقوا التمجيد ده كله. في الشوط الاولاني عجبني جدا من حسام حسن والفرقه ان احنا قدرنا ان احنا نسجل هدف طبعا لامام عاشور، واحد من احسن لعيبه في البطوله، واحد من احسن لعيبه في مصر، واتمنى ويمكن لم يكن احسن لعيب في مصر طبعا. نفسي امام بقى يركز في الكوره ويحترف. سيبك من الاهلي يا اسطى، هو انا اهلاوي اهو بقول لك سيبك من الاهلي، نفس الكلام ده على شوبير. سيبكم من الاهلي يا جماعه، احترفوا ارجوكوا، انتوا لعيبه كبيره قوي، انتوا لعيبه كبيره قوي. شوبير بيطمنك اي كره بتروح عليك، عارف ان في اسد واقف في الجون، في فحل واقف في الجون، هيطمنك، ولو راحت عليك هجمه هو موجود ان شاء الله، ربنا يستر الماتش الجاي يعني. فنفس الكلام على امام بيخرجك من الضغط، لعيب راسي قوي يا جماعه، ما بيتوترش وما بيخافش، وعادي اخش والتحم. وكرة كانت في اخر الماتش كده تقريبا في الاكسترا تايم او حاجه، الكرة ملعوبه له وهو فضل يحجز عليها، المفروض كان اي لعيبه كان هيطفش، لا هو حجز عليها وخد فاول وعادي، هاخد فاول عادي، وبص الحكم الرايه كده اللي هو انا عارف انك هتديني فاول. فلعيب دماغه رايقه قوي، لعيب ثقه، وكنت متاكد ان هو لو دخل شوط البينالتي كان هيجيبها. لعيب يعني راسي، ولما بيضيع او بيفقد كوره ما بيهموش، بيرجع وبيضغط وبيجيبها تاني عشان انا مش فارق لي. فالشوط الاول كان جميل جدا بسبب ان احنا كنا مستحوذين احنا على الكوره. استراليا هي اللي بتضغط، استراليا هي اللي بتحاول تضغط، او موجوده في ال 18 كلها تقريبا تحت الكوره. فدي احسن حاجه احنا كنا عندنا الشوط الاول. الشوط الثاني دخلنا بقى بعقليه غريبه بصراحه، سيبنا لاستراليا الكوره زي ما عملنا مع ايران، وبداوا هم بقى يحاولوا، بداوا هم يهددوا. والفاولات الغبيه اللي بنعملها دي يا جماعه مش عايزينها الماتش الجاي بعد اذنكم. فاولات اللي هي على ال 18 دي قبل ال 18، وفاولات من اليمين والشمال. عندهم ميسي، سيبك بقى من الاطوال ومن الاطوال، ميسي امبارح هو الارجنتين اساسا يعني. فانت تعمل خطه بقى، يعني كابتن حسام يعمل خطه لوقوف ميسي، ما تخلوش يعدي، تخلوش يتنفس، ما تخليهوش. هو ده الحل عشان الارجنتين هي ميسي بصراحه، وده اللي بان طول البطوله. الفرقه مش موجوده اصلا، الفرقه ما بتجيش يعني هي. وبعدين معلش يعني انا معايا ميسي في الفرقه، ايه اللي هحتاج اعمله يعني؟ هقف في ال 18 احاول اخلق مساحه بس، وميسي هيتصرف بقى. فانت وقف ميسي، انت تقريبا وقفت 80% من خطوط الارجنتين، في 20% بقى حنكشه بقى ولاعيبه كبيره يعني. فميسي هو الارجنتين. فالفاولات اللي بنعملها دي محتاجين نبطلها بقى، على اليمين وعلى الشمال وعلى كوس ال 18 تخف بقى، تخف الحاجات دي، عشان يعني هما برضو لعيبه حريفه. فعلى الهادي يعني، هم مش استراليا، فنهدى. يا ياسر تهدى، هاني نهدى، كريم حافظ لو جاهز ان شاء الله نهدى. مش عايزين فرات غبيه يا جماعه، مش عايزين انذارات مالهاش لازمه، مش عايزين نديهم فرصه اكتر ما هي عندهم فرصه اصلا، فيعني نركز. فالشوط الثاني سيبنا لاستراليا الكوره، بداوا هم يهددوا، بداوا هم نعمل فاولات غبيه، التعادل. طبعا يعني هاني انا مش هتكلم يعني، عشان هو بصراحه عامل بطوله ممتازه وعامل ماتش تاريخي، فهو حظه وحش ولازم نعترف بكده، هو حظه وحش. ولكن يعني ده يعني الجون اللي جه طبعا يعني الحمد لله ان احنا اتاهلنا عشان ما حدش يلبسه الليله، لانه بجد عامل بطوله ممتازه، عامل ماتش ممتاز. فحرام انها كانت تيجي فيه يعني، لعيب مميز وحظه وحش بصراحه، كل الكره تخبط فيه تدخل، الراجل يعمل بدماغه تشتيت تدخل في الجون. فيعني ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجايه او الماتش الجاي يعني، خلينا نركز على الماتش حده بحده، ويعني يبقى حظنا حلو وحظ يعني حلو، وما نوقعش في الغلطات دي تاني يعني. ولكن هو عامل بطوله ممتازه، عامل ماتش ممتاز، مركز صاحي ان شاء الله يعني، ربنا يكرمه. بعد ما سيبنا الاستراليا الكوره طبعا يعني بدانا بعد ما جه فينا الهدف، بدانا بقى احنا نمسك كوره، نستحوذ، تبديلات، اصابه كريم حافظ، نزول تريزيجيه ادى حيويه كتير. طبعا هو امكانياته كده يعني يا جماعه، يعني هقول ايه؟ طيب هو بيحاول يعدي ما بيعرفش يعني، عادي بتيجي ساعات بس هو لعيب عنده اصرار، لعيب عمره ما هيبخل عليك بنقطه عرق، عمره ما هيبخل عليك بسبرنت، عمره ما هيبخل عليك بتاكل، عمره ما هيبخل عليك بهيد. لعيب على طول روحه عاليه، على طول مش ما عندوش عنده استعداد ان هو يضيع حياته عشان المنتخب، وعادي. فبرافو تريزيجيه.
هيثم حسن هشوف اعتذار رسمي موجه لكابتن هيثم حسن. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني الجمال ده يا ابني؟ ايه الحلاوه دي؟ لا، واد فلته بصراحه. انا قلت لكم ان انا ما بفهمش كوره. كابتن هيثم حسن اعتذار رسمي موجه من محمد جاسر صاحب قناه محمد جاسر برضو لكابتن هيثم حسن. انت راجل كده، راجل على الصح وعلى المظبوط. لا، ايه الثقه دي يا ابويا؟ بس هو يعني هو محتاج بقى يعني يباصي بقى بصراحه. يعني هو جميل وكل حاجه، محتاج يباصي. مش كل كره هناخدها ونقعد تك تك تك. يعني نباصي، يعني نلعب مع الفرقه. يعني بتوع الجبنه البراميلي ارجوك العب معاهم. والتبديلات طبعا خلت شكلنا احسن بكتير، خلتنا نمسك كوره، خلتنا نحاول. احنا من الدقيقه مثلا بعد ما الهدف جه بدانا بقى خلاص، بعد الهيدريشن بريك كده بدانا ان احنا نمسك كوره، بدانا ان احنا نهدب، بدانا ان احنا نلعب لعبنا، بدانا ان احنا نظبط الدنيا. فدي احسن حاجه عملناها الشوط الثاني، ودي اللي خلت استراليا تحت الكوره. هم اللي جاروك للبينالتيز. انت اخر 10 دقائق كره رامي ربيعه، كره هيثم حسن، انت خلاص، انت ركبت الماتش نفسيا وكل حاجه. حتى الكوره اللي كانت بتروح لاستراليا انت كنت صاحي مركز. شوبير والدفاع، حسام عبد المجيد يا جماعه مدافع تقيل قوي قوي، ولازم يبدا الماتش الجاي. معلش مع احترامي، لازم يبدا الماتش الجاي. تلعب بثلاثه ورا بقى. يعني انا شايف ان ثلاثه ورا برضو فادتنا. لو كريم حافظ مش جاهز، تلعب بثلاثه ورا، حسام ورامي وياسر، تريزيجيه وهاني، وتبقى دي خط دفاع قدامهم مروان اللهم صل على محمد، ومروان وحمدي وامام ومرموش وصلاح. وانا شايف ان دي خطه كويسه جدا بصراحه. او تلعب عادي باربعه وتخلي حسام ستة، لان هو تقريبا كان بيلعب الماتش اللي فات ستة، وكان بيسقط بين قلوب الدفاع زي حمدي فتحي لما كان بيعملها مع الاهلي وكان بيعملها مع المنتخب. فشايف ان كان حسام عبد المجيد لازم يبدا بصراحه. لعيب طويل، لعيب مركز، بيقطع كور كتير، لعيب ممتاز بصراحه حسام عبد المجيد. ولما رجع الحمد لله فادنا يعني، ودخل حط البينالتي بكل روقان. لعيب في البينالتيز بصراحه مميز وممتاز، وما بيضيعش ما شاء الله عليه. ربنا يحميه يا رب، ربنا يحميه. فحسام عبد المجيد بجد ممتاز. فلما مسكنا كوره الشوط الثاني بدانا بقى ان احنا بعد الهيدريشن بريك بدانا ان احنا نلعب لعبنا اخر 10 دقائق. قعدنا نضغط الاكسترا تايم، وعجبني جدا في الاكسترا تايم ان احنا ما تعبناش. فضلنا برضه نضغط، فضلنا نعمل، فضلنا موجودين، حاولنا وهددنا وكرة صلاح فكنا موجودين الحمد لله طول الماتش تقريبا. يعني ما بقيناش وحشين غير لما سيبنا لهم الكوره. طبعا الارجنتين وضع مختلف، انت هتضطر انك تسيب الكوره للارجنتين بشكل او باخر، يعني بدماغك او غصب عنك يعني. ولكن انا عايز اخش ماتش الارجنتين، انا عايز العب لعبي، انا عايز بص، انت داخل تلعب بطل العالم زي كاب فيردي كده. خسرت عادي، انت خسرت من بطل العالم والعالم كله هيرفع لك القبعه ويقول لك شابوه. كسبت، عملت المستحيل والانجاز. الانجاز لان احنا كل مره بنقول ده انجاز، وهو انجاز فعلا. يعني من اول ماتش نيوزيلندا ده كان انجاز، وده كان التارجت. صعود ده تارجت، انك تكسب في دور 32 ده تارجت، ده انجاز حققته. لو كسبت دور 16 ده انجاز، وكسبت في ربع النهائي ده انجاز، وصلت الفاينل ده رعب يعني، ده رعب. ف... فكل ماتش طبعا بنعمله انجاز. ف فلما مسكت الكوره زي ما قلت لكم عملنا شغل حلو. عايزين بقى نتكلم على اللعيبه يا جماعه، عشان يعني وفي لقطه كمان في اخر الماتش لما كانوا بيتفرجوا على البينالتي بتاعت امبابي. انا قعدت في القهوه اقول الله، بيتفرجوا على البينالتي بتاعت امبابي دي ليه؟ يعني هم ليه بيتفرجوا على مدريد؟ لكن اكتشفت ان احنا عندنا ناس جامده يا جماعه، عندنا ناس بتشتغل يا جماعه، عندنا ناس بجد بجد، ناس بتشتغل موجوده، ذهنها حاضر. لما مدرب نيوزيلندا الفقيق عامل لي فيها فقيق، واحنا عندنا بقى محمود سليم الدكر بدل الحارس ولعب الريان ده بيلعب في الدوري الاسباني. جاب الراجل وقال لهم تحركاته ايه، بيتحرك ايه عشان اللعيبه تخش تجيب الاربع بينالتيز وتريحنا وتفرحنا. وكل لعيب يخش يحط بينالتي. محمود صابر ما شاء الله عليه اعصاب ايه، دخل حط البينالتي في اول لمسه تقريبا ليه في الماتش، هي ضربه الجزاء، يمكن تاني او تالت لمسه دخل حطها بكل اريحيه وسلاسه، عشان الراجل مذاكر. عشان حتى بعد ما هم كانوا مذاكرين الحارس الاساسي، الراجل نزل لهم ببديل، احنا محضرين البديل برضو، والراجل جه في باله يوريهم البينالتيز، وهو محضر اكيد محضر طبعا ان هو ممكن يبدل الحارس.
وراح جايب الفيديوهات ووراهم وظبطهم والدنيا تمام. احنا بنشتغل، احنا كويسين. حسام حسن حسام حسن حسام حسن حسام حسن وحسام حسن هفضل اقول ان هو احسن مدرب جه في تاريخ مصر، مع احترامي الشديد لكابتن حسن شحاته، ولكن يمكن انا ما عصرتوش فهقول كده على اساس ان انا ما عصرتوش. طبعا حسن شحاته ليه كل التقدير والاحترام، ولكن اللي انا شايفه ده، الانجاز اللي انا شايفه ده، المعجزه اللي انا شايفها دي، لازم 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 تديله حقه، لازم تديله حقه وترفع له القبعه. الراجل عمل يعني المستحيل. الراجل الناس كلها شككت فيه، الراجل ما هموش. اتحاد الكوره نفسه ما كانش مجدد له عقده، مستنيه يشوف هيعمل ايه في كاس العالم. الراجل سكت كل الناس ودخل في كاس العالم ولعب لعبه وكسب وعمل انجازات، وفي دور 16 وداخل لعب الارجنتين، ولو خسر محدش هيقول له حاجه، ولو كسب الناس هتطلع بيه سابع سما. فالحمد لله. شوبير، روح يا ابني احترف يا ابني، سيبك من الاهلي، والله العظيم انت مكانك في اوروبا. ياسر ابراهيم لاعب راجل قوي يا جماعه، لاعب ممتاز، محتاج بس يقلل الالتحامات الغبيه دي، ومحتاج كورته تتحسن شويه. رامي ربيعه ما شاء الله عليه، لعيب بجد انا بحبه جدا يعني. رامي ربيعه كان بيلعب امبارح في فيرود، لعب في كذا مركز، ممتاز رامي ربيعه. مروان عطيه مسمار في نص الملعب، لعيب مركز بيقطع، ثقته عاليه. حمدي فتحي ويمكن هو اقل واحد كان في الملعب، ولكن برضو بيتاكل وبيحاول، محتاج برضو هو كورته ضعيفه شويه ان شاء الله. مهند لاشين هيرجع الماتش الجاي وهو اكيد هيبدا اعتقد، فمهند لاشين برضو ان شاء الله يعني يكون موجود. محمد هاني ما يهمكش يا اسطى، ولا يهمك الجول اللي دخله، عادي انت لعيب ممتاز. وحتى ما حد يعني لو حد كان اتريق هيطلع ناس وترد وتقول انت ازاي كنت مقدم بطوله مميزه. كريم حافظ النهارده كان ما شاء الله ثقته عاليه، عمل اسيست في اول ماتش ليه، لعيب برضو. وما تنسوش ان كريم حافظ كان موجود في كاس العالم 2018 وكان لعيب موجود يعني بقاله كتير مع المنتخب. زيكو لعيب ممتاز. امام ركز في الكوره يا امام، محترف يا امام، ركز يا حبيبي. مرموش حرام يعني بجد اللي بيحصل فينا ده يعني. ليه هو مرموش اوف يا جماعه؟ يعني البطوله دي اوف، فاتمنى ان يعني يكون بقى الانفجار بقى في ماتش الارجنتين. مفيش احسن من كده رجوع لمستوى انفجار يعني. ما اعتقدش ان هتجيلك فرصه انك تنفجر في ماتش غير ده يعني. صلاح 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 يا جماعه، والله العظيم دموعك كبيره قوي، دموعك تقيله قوي، دموعك غاليه يا اسطى، والله العظيم خلتني اعيط يا ابني، والله العظيم بجد. انا بحب صلاح قوي يا جماعه، بحبه وشايفه حاجه كبيره قوي بالنسبه لي وبالنسبه للمنتخب وبالنسبه لمصر. الراجل ده خلانا نحلم، الراجل ده قال لك الحلم مش بفلوس، الحلم ببلاش لو انت بتتعب ولو انت بتعافر. بحبك يا صلاح، ربنا يخليك لمصر، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ربنا يكتب لك الخير دايما وتبقى موجود معانا في اي نجاح هنحققه ان شاء الله. ما تعتزلش ارجوك، عشان اليوم ده هيبقى يعني اسوأ يوم في حياتك. مبروك لمصر، مبروك للرجاله، مبروك للجماهير اللي نزلت احتفلت. الناس امبارح والله العظيم وانا نازل بحتفل، الناس كلها حابه بعض، الناس كلها جميله. اخواتنا العرب جمال، الفيديوهات بتاعتهم في غزه وفلسطين يعني الله، حاجه تخليك تبكي والله العظيم. وفي السعوديه وفي الامارات وفي قطر والناس حتى في الاستوديو بتاع بي ان، الفرحه بتاعتهم. الناس دي بتحبك، الناس دي بتحب مصر فعلا. المصريين بيحبوا مصر قوي يا جماعه، والله العظيم بيحبوا مصر. كلام الناس بتقولوا نفسنا نسافر نفسنا نسافر، ولما بنشوف البلد دي بتنجح بنبقى هايلين نموت نفسنا عشان بس نشوفها مرفوعه، عشان بس نشوف الناس دي فرحانه. شكرا للرجاله دي اللي نيمتنا فرحانين، اللي نيمتنا دمعتنا على خدنا من الفرحه. الحمد لله يا رب، ربنا يكرمنا الماتش الجاي ان شاء الله ونعمل المستحيل ونطلع بطل العالم من كاس العالم. شكرا ليكم، تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات وتكتبوا كومنت حلو وتشيروا الفيديو في كل حته، تعملوا فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.